الافراد والتجار. بنتكلم النهارده فيديو مهم، امتى اشتري الذهب في عام 2023 واتصرف ماليا ازاي في عام 2023، والاشهر اللي اشتري فيها الذهب في عام 2023 والاشهر اللي هبيع فيها الذهب في 2023. اهم نقطة في مصر، لو اتأخر التعويم بنشتري في الفترة دي، لان بعد التعويم ما يحصل للجنيه سعر الذهب هيقفز. ما ننساش ان لو اسعار زادت وفي كمان 750 مليار جنيه استحقاق شهادات ال 18%، وفي زيادة طلب بسبب المواسم الدينية، ولو الفيدرالي هيرفع الفايدة كمان، يعني كام عامل كده هيأثروا على سعر الذهب. اول حاجة لو الاسعار زادت عشان المواسم اللي احنا داخلين فيها. تاني حاجة في 750 مليار جنيه هيصرفوا للناس بتوع شهادات ال 18%، نتكلم عن شهر مارس. تالت حاجة زيادة الطلب عشان احنا في مواسم دينية، موسم رمضان والعيد الفطر وعيد الأضحى، عاد الله عليكم باليمن والبركات. رابع حاجة لو الفيدرالي رفع الفايدة زيادة عن 25%، فاحنا نشتري قبل التعويم. دي النصيحة بتاعت شهر مارس. لو في اجتماع الفيدرالي ما زودش الفايدة عن 25%، معنى كده ان الدولار هينزل، والدولار معنى نزوله ان الذهب هينزل. احنا بنتعامل مع الذهب عن طريق الدولار، فمعنى ان الفيدرالي ما يزودش غير 25%، معنى كده ان الذهب هينزل والدولار هينزل. يعني اعمل ايه؟ معايا فلوس، اشتري ذهب ولا ما اشتريش؟ اشتري بنص فلوسي ذهب واستنى، لو نزل اشتري تاني، ما نزلش يبقى انا برضو امنت جزء من مدخراتي. خلي بالكم، كسر الذهب عيار الأونصة من 1900 ل 2000 جنيه، المعدل بتاعه لو وصل 2000 ونزل مرة واحدة اشتري، دي مرحلة شراء. استنى بعد ما يوصل ل 2000 الأونصة اروح نازلة دروب، اشتري في الوقت ده. ومعلومة برضو الناس كلها عارفاها، ان الاستثمار في الذهب مش وقتي، مش مضاربة زي البورصة، ما فيهوش المضاربة. لو انا عامل حسابي هشتريه وتاني يوم نزل، استنى برضو المدى الطويل، على الاقل سنة سنتين ثلاثة الذهب فلوسه فيه. فمعنى كده ان انا وحاطط دماغي شهر مارس اشتري وشهر مش، لا، على المدى الطويل، يعني على الاقل استنى سنة الذهب قيمته فيه. وده من ضمن غلطات الناس، غلطوا وقبل التعويم بتاع 26/10 باعوا، جه 27/10 عوموا الذهب، باعوا الذهب بقى تاني يوم ارتفع وزاد بقيمة كبيرة، زاد ال 200 و 300 جنيه، فقال كله في الجرام، فكله زعل. فعشان كده بقول لكم هو استثمار طويل الأجل طويل النفس. في سؤال جالي، اشتري الدولارات ولا اشتري ذهب؟ لو الذهب استقر يبقى لو الدولار استقر يبقى سعر الذهب هينزل. انا الذهب مستقر او الدولار مستقر، انا بوزع فلوسي على الاتنين، دولارات وذهب، بستنى الفرصة بتاعة النزول او قبل تعويم او قبل صرف الفلوس ال 18%، او قبل رفع الفيدرالي. لو الفيدرالي رفع الفايدة عن 25% الذهب هيزيد، يبقى انا ما استناش الفيدرالي، ما استناش التعويم، ما استناش صرف الشهادات، يعني وقت مارس وقت شراء. الفيدرالي هيستمر في رفع الفايدة لغاية ما توصل 2%. اما توصل 2% معنى كده ان هيقلل الفايدة، ولما يقلل الفايدة الدولار هيقل والذهب هيقل، يبقى انا هشتري في الفترة ديت. برضو نقطة، لو حصل التعويم والفايدة الفيدرالي رفعها ونصت الذهب هتعدي ال 2000 دولار، معلومة حطها في دماغك وتابعها. معلومة تانية، مع زيادة الذهب لزيادة القوة الشرائية ووجود سيولة في السوق، ومع زيادة الدولار، حاجتين، زيادة الذهب القوة الشرائية للذهب بسبب وجود سيولة ووجود مواسم، ومع زيادة الدولار فكل جنيه بيزيدوا كمان في الدولار. الدولار لو وصل 35 من 34 بقى 35، الجنيه ده بيساوي في الجرام الواحد من الذهب 52 جنيه، يعني الذهب هيزيد مرتين بسبب زيادة الدولار، وتاني حاجة بسبب زيادة القوة الشرائية وتوافر سيولة بالسوق. يبقى أنا بستنى حاجة في شراء الذهب، الدولار يثبت،
السوق ما يكونش فيه طلب، اروح شاري في الفتره دي، وبقى عامل حسابي ان الفتره بتاعه الاستثمار في الذهب هتعدي السنه والسنتين والثلاثه، بس هكسب والتضخم هحافظ على فلوسي منه. فانا دي النصيحه اللي بقول عليها تاني وبكررها. وانا برضو بالنسبه للذهب، منصات الاستثمار في الذهب، صناديق الاستثمار في الذهب، يبقى انا بشتغل في المنصات، في اسعار الذهب، الشهادات بتاعه المنصات، ابيع عند اعلى سعر واشتري عند اقل سعر، بس ما اكونش طماع. بقولها تاني ملخص، لو السهم عامل 100 دولار اعلى سعر ليه 150 وصل 140 ابيع. السهم عامل 100 دولار اقل سعر ليه 70 دولار ووصل 75 دولار اشتري. بخلي نسبة الطمع قليلة، ما اضمنش ممكن يطلع تاني 75 دولار، اقول لما ينزل 70 المينيمم بتاعه على المؤشر، لا، ما ممكن يروح طالع تاني خافظة، يحصل قوة شرائية، يحصل فيه موسم، يحصل سيولة بسبب شهادات 18. ودي معلومة مهمة وبكررها لكم تاني. في نسبة التضخم اللي في مصر 31%، الذهب اكتر حاجة هتحافظ على الفلوس. وعايز اقول لكم ان مصر تاني دولة بعد روسيا على مستوى العالم في شراء الذهب في 2022. فانت اشتري واستنى الفرص اللي انا قلتها في الفيديو. اشتري جرامات ذهب اللي هي عيار 21 8 جرام، ولا اشتري سبائك ذهب، ولا اشتري مشغولات. تشتري جرامات ذهب اللي هي عيار 21، وتشتري سبائك من اول 100 جرام لغاية 1000 جرام، وتشتريها مغلفة. وجنيهات الذهب بنصح بيها لان نسبة الاسترداد في الجنيهات المغلفة 50%. يبقى انا بنصح برقم 1 جنيهات الذهب المغلفة، وتاني حاجة سبائك الذهب من 100 جرام ل 1000 جرام. وانا بشتري جنيهات الذهب المغلفة لازم اتأكد اولا ان الفاتورة مكتوب عليها نسبة الاسترداد. كمان 6 اشهر في الاجتماع الثاني للفيدرالي متوقع ان هم ما يزودوش الفايدة عن 25%، الدولار يثبت الذهب هينخفض. يبقى انا بستنى الفرص على حسب الاجتماع الفيدرالي، ده المحرك الرئيسي، لان الذهب بيتعامل عالميا بالدولار، لا بالجنيه المصري ولا بالروسي، ده المقياس الرئيسي بتاعه. الذهب في مصر معلومة مهمة، بس ما بيتأثرش قوي بالفيدرالي، بيتأثر بالدولار رقم 1. فالدولار لو ثبت عندنا الذهب هيقل، الدولار لو زاد على كل جنيه زيادة من الدولار للجنيه قصادها 52 جنيه زيادة في الجرام الذهب. يبقى المقياس الأساسي معايا إن أنا أشتري ذهب أو أبيع ذهب، لو الدولار استقر أشتري ذهب، الدولار ارتفع معنى كده إن الذهب هيرتفع وممكن أبيع، دي لحظات بيع. يبقى نعمل المقياس الأساسي بتاعنا للذهب في الشراء والبيع هو بالنسبة للدولار، الدولار زاد يبقى الذهب هيزيد، حتى لو في مؤثرات عالمية، بس المقياس عندنا إن كل جنيه زيادة بسبب تعويم، بسبب موسم شراء، كل جنيه زيادة في الدولار بالنسبة للجنيه المصري يقابله 50 جنيه زيادة و52 و55 جنيه كمان. يبقى نحط المقياس ده معانا، الدولار استقر أو نزل أشتري ده، الدولار ارتفع أبيع. دي نقط مهمة وملخص. نصيحة أخيرة، أنا لو معايا قرشين بستنى فرصة في الذهب وأكون مطمن إن السعر ده كويس وعادل للشراء أشتري، وأخلي النص التاني لو الذهب نزل تاني أشتري، مش مشكلة. عالي يبقى أنا أمنت نفسي وأحط النص اللي معايا في حاجة تاني، أسهم أو عقارات. وأنا عامل برضو فيديوهات عن الأسهم اللي تختارها في البورصة. قناة مسك بتقدم لكم معلومة وموجز مفيد بتاع 30-40 فيديو هتسمعوه في فيديو واحد. كل ما أتمناه منكم الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.